ازاي تحقق اهدافك وتوصل للي نفسك فيه؟ في ناس كتير عندها احلام كبيرة، لكن المشكلة مش في الحلم. المشكلة اننا بنبدأ بحماس، وبعد كام يوم بنقف او نتوه او نحس ان الموضوع اكبر مننا، فنفضل نقول نفسي اغير حياتي، نفسي انجح، نفسي ابقى احسن. لكن الحقيقة الاهداف مش بتتحقق بالرغبة بس، بتتحقق لما يتحول الحلم لخطة، والخطة الفعل، والفعل العادة. أول حاجة لازم تسألي نفسك أنا عاوزة إيه فعلا، مش اللي الناس عاوزاه منك، مش اللي شكله حلو قدام الناس. انتي نفسك عاوزة توصلي لإيه؟ اكتبي هدفك بوضوح. مش عاوزة أبقى أحسن، لا، قولي عاوزة أحفظ جزء من القرآن، عاوزة أخس 5 كيلو، عاوزة أبدأ قناة وأنجح فيها، عاوزة أتعلم مهارة جديدة. لأن الهدف الغامض بيعمل طريق غامض. تاني حاجة، قسمي هدفك. ما تبصيش للهدف كله مرة واحدة فتخافي، قسميه خطوات صغيرة جدا. وهدفك تقري كتاب، ابدأي ب5 صفحات. لو هدفك تغيري حياتك، ابدأي بعادة واحدة. لو هدفك نجاح كبير، ابدأي بخطوة صغيرة النهاردة. الخطوات الصغيرة هي اللي بتوصل للحاجات الكبيرة. تالت حاجة، ما تستنيش الحماس، دي من أكبر الأخطاء. ناس كتير مستنية تحس بطاقة علشان تبدأ، لكن الحقيقة الالتزام أهم من الحماس. اعملي الحاجة حتى لو مش حاسة، حتى لو بتعمليها ببطء، حتى